سبحان الله، يتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومش بس كده يقول لقد عصاني محمد ويرجع. طب لما انت مش عايز تسمع كلام النبي، بتقول اللي حواليك ليه؟ في ناس ضعاف النفوس، اول ما تقول لهم فكره معصيه النبي بيقول يلا، هو انت تقول لا؟ في ناس ضعاف النفوس كتير ممكن تسمع كلامك. ارجوك لو عايز تغلط اغلط لوحدك. النبي بيحبك وياما دعالك، انت كنت شاغل بال النبي قوي عليه الصلاه والسلام، ياما دعالك النبي. فلو عايز تكسر كلامه هو مش غالي عندك قوي، عايز تكسر كلامه بمنتهى الجرأة كده، بس ما تقولش لحد، ما تكلمش حد في التليفون وتقول له تعالى معايا. ما تشوفش فيلم حلو والفيلم ده يكون فيه حاجات حرام كتير تقول له واحد فاتك نص عمرك انك ما شفتش الفيلم ده وتدله عليه. ما تروحش مكان ممكن يكون المكان ده فيه معاصي لكنه لذيذ، اوعى تقول لواحد انا كنت هناك. غير ان دي جهر بالمعصية امام ربنا وربنا سمعك. شوف، اوعى تعود واحد على حاجة حرام ويكمل هو فيها وانت تنسى. احصاه الله ونسوه. عبد الله بن ابي بن سلول، احنا كنا 1000 في غزوة بدر، في غزوة احد، والمشركين 3000، رجع ب 300. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على كلام واحد ممكن يكون مؤثر. خد بالك، انت ممكن يكون كلامك مؤثر وانت مش واخد بالك، وربنا يكون اداك صفة التأثير دي عشان تعمل حاجة ليها قيمة. فاوعى تستغل تأثيرك، يمكن تكون من عيلة كبيرة، عندك قدرات مادية والناس ملفوفة حواليك، شخصيتك حلوة ولذيذ. اوعى يكون تأثيرك ده انك لمم الناس حواليك في حاجة حرام.